دكتور اسناني رجعت تسوست. طبيعي لان انت كل شهرين تيجي تعالج بس ما تفرش. لعد هاي الناس شلون كانت عايشه قبل بدون تفريش؟ غلطان. قبل 3500 سنه حاول البابليين والمصريين تفريش اسنانهم بطرق عديده. يعني الفرشات عمرها 3500 سنه؟ لا مو بالضبط. القصة بدأت تقريبا قبل 200 سنة. الناس كانت تنظف اسنونهم بالفحم والملح، والحل اجى من السجن سنة 1780. منين؟ من السجن؟ ايه، تخيل بالسجن يفرشون وانت لا. وضحكوا اثنينهم. نكمل. كان موقوف ضايج من الفحم والملح، فكر وقال لازم اكو حل احسن. جاب قطعة عظم وثقبها بالابرة وثبت بيها شعيرات، وهنا انولدت اول فرشاة اسنان بالشكل اللي نعرفه. ويا الوقت اتطورت وصارت مثل اللي نستخدمها اليوم. الفكرة وصلت لمرحلة اذكى يم نيو ستور، سووا فرشات من خشب البامبو خفيفة وشعيراتها ناعمة كلش، وسعرها 4000 دينار فقط. تقدر تطلبها من بيجهم. فعلا اثرت بي يا دكتور، يعني الانسان البدائي يفرش واني لا.